الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ورجعت لكم تاني في حلقه جديده مع يوميات حماده ورحاب، اختكم مرماس. هنعمل ان شاء الله النهارده ورق جلاش بالمهلبيه. المقادير: مكسرات، كوبايه نشا، عسل، كوبايه سمنه، كوبايه سكر، طبعا ورق الجلاش. وهنا اللبن على النار. هنعمل ايه؟ المهلبيه. يلا بينا كده، بسم الله. هندهن الصينيه سمنه، ونفرد الورقه كده ماشي، ونسقيها سمنه كده. كده نفرد الورقه التانية عليها، بسم الله بسم الله. على حسب بقى الصينيه يا جماعه، ماشي. نسقيها سمنه كده، دي برضو كده نعكها سمنه كده كده. طبعا اي ورقه بتتحط بندهنها سمنه، لانه ده بيبقى جلاش ايه، دهن كده كده. خليكم معايا يا جماعه كده كده. كده بسم الله. بحبكم في الله طبعا. بقدم حلقات بسيطة على قد يا جماعة. بشكركم، دعموني. دي الورقة التالتة اهيت، بسم الله. لازم الدهن كله ايه، سمنة كده كده. بسم الله. و10 ورقات، 5 فوق و5 تحت، بسم الله. دهن كده. بحبكم في الله، دعموني عشان انت حبايبي. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعة، مش هياخد منكم حاجة والله. عارفة ان حاجتي بسيطة، ماشي. هنعمل هنا ايه؟ المهلبية. يلا بينا كده. اللبن على النار، ماشي. نحط السكر الاول، بسم الله. ماشي كده، بسم الله. حاجات بسيطة.
ماشي. بسم الله، خليكم معايا يا جماعة. بسم الله. كده تفردوه في الصينية كده. فرد كده. حاجة بسيطة بس حبيت ان انا اعملها معاكم واشارككم فيها. مش هعمل احسن منكم طبعا، بس بحب اشارككم في كل حاجة بعملها. ماشي. بسم الله. طبعا دي اول طبقة كده بتحط على المهلبية. الصينية بتبقى حكمنا شوية يا جماعة، كده زيت كده. حط عليها شوية مكسرات. كده يا جماعة، تابعوني وخليكم معايا. كده نفسي اشاركه كل يوم، لو اكلة بسيطة، اي حاجة بسيطة بس اشارككم فيها كده. طبعا بيبقى فيه موجود فرشة وكلام من ده. كده يا جماعة، كده بحبكم في الله طبعا. كده كده يا جماعة، خليكم معايا. كده دعموني يا جماعة. كده ده اخر ورقة. طبعا متقطع. خليكم معايا.
مكسرات. بالشكل الجميل ده. انتظروني، مش هغيب عليكم. الصينية تبقى بالشكل ده، تدخل الفرن، مش هتأخر عليكم. جهزنا الصينية اهي يا جماعة، هتدخل الفرن بقى تحمر، وبعد كده ايه نبقى مع بعض. بنكون يا جماعة ايه مجهزين الشربات بتاعها، بيبقى عينينه في التلاجة لأي طرقة، أي حلويات، أي حاجة بيبقى جاهز يعني. يكون تقيل وحلو، مش تقيل قوي، لأ حلو يعني، معقول. يلا نقفل عليها الفرن 5 دقايق والشاي حمار، ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي الحلوين بعد ما الجلاش اتعمل بالمنظر ده. ماشي، 5 دقايق في الفرن. وده طبعا العسل، بتحط العسل على حسب الرغبة يعني. في ناس العسل شكله جميل متماسك كده جميل. يستاهل بقاك يا ابو نرمين. ده بقى على حسب الرغبة يعني، في ناس بتقل العسل وفي ناس بتخففه على حسب رغبتك يعني انت. اللي عايز الجلاش يكون مسكر يزود كمية العسل، عايزه يكون على قده كده مثلا سكره خفيف يقلل الكمية، صح؟ بتحط كده يا جماعة على حسب ما انتوا بتحبوه يعني، ما بيبقاش يعني جامد قوي ولا خفيف قوي عشان ينزل في قلب الجلاش كده يا جماعة. ان شاء الله. ريحة الصينية جميلة، ريحة الجلاش روعة يا جماعة، والله أنا شامم ريحتها من هنا، جميلة جميلة جميلة. تستاهل بقك يا ابو نرمين يا غالي. طبعا دي كانت حلقة النهاردة. متنساش بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، فعلوا الجرس، وعمل فيديو لايك. وإن دعموا شاء الله انتظرونا يا جماعة، انتظروا مرماس فيديوهات كتيرة جدا إن شاء الله طول شهر رمضان، حلويات وطبخ إن شاء الله، وانتظروا الأيام اللي جاية. وطبعا دي كانت حلقة النهاردة، بحبكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي. باي باي.